عايزه اطلع ابني من عالم التابلت اللي مسيطر على عالم الاطفال، ودي مهمه مش سهله. وكل ما كنت بسال اي مامي كانت تقول لي طب خشي على الموبايل على القناه الفلانيه او الابلكيشن الفلاني، بس انا كنت عايزه على قد ما اقدر ان انا احاول ان انا ابعده عن اي حاجه خاصه بالموبايل. والحاجات اللي انا اقول لكم عليها دي فعلا اللي ساعدتني على تربيه ابني على الصلاه وتعظيم شعائر شهر رمضان الكريم، ويحس من خلالها فعلا ان هو شهر مميز. ودي مش مجرد كتب بيلون فيها، دي انشطه بتشجع فعلا ابني على الصلاه، وكمان بيشغل وقته بنشاط مفيد وبيكون مبسوط وهو بيعملها. واكتر حاجه بتفرحه وبيحس فعلا في الانجاز ان هو بعد كل صلاه بيعلم ان هو الحمد لله تم صلاته اليوم. ده غير ان انا جايباله السجاد ده من اختياره، لان اكيد الالوان والاشكال دي محفزه جدا للاطفال. في النهاية اقدر اقول لكم ان في انشطة كتيرة جدا، وان انا من 4 سنين شركتي في تربيتي لابني هي مسلم كيدز، لان انا كسنة اولى مامي من خلال تجاربي ومن خلال حاجات كتيرة مريت بيها اقدر اقول لك ان انا ما كنتش عارفة الافكار دي غير بعد ما اتعاملت مع مسلم كيدز. وانصحك كمامي ان انت تبدلي التابلت او الموبايلات اللي اطفالك على طول ماسكينها في ايديهم بالانشطه الرائعه دي على حسب سن ابنك. انا دلوقتي قلت لك تجربتي الشخصيه، مستنيه كل مامي تقول لي رايها في الكومنتات، واي مامي استخدمت اي وسيله تانية غير التابلت او غير الفيديوز او الابلكيشنز تكتب لي في الكومنتات عشان كلنا نستفيد. وانا شخصيا هجربها، ولو استفدت منها هنقل تجربتي الشخصيه لكل المامز هنا. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وكومنت وتعملي شير وتبعتيه لكل المامز اللي انت تعرفيهم عشان كلنا نستفيد. كل سنه وانتم طيبين.